السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثاني من المحور الثالث. في هذه الحلقة سوف نتعرف على الروابط في لغة ال HTML. ال HTML وكما يعلم الجميع بالإنجليزية يسمى Hypertext Markup Language، وهي لغة تساعدك على كتابة روابط أيضا التي تمكنك من التنقل عبر الصفحات. نفتح برنامج Sublime Text ونقوم بفتح هيكل الصفحة كما تشاهدون لكي لا نضيع الوقت، ونبدأ بكتابة الحقيبة التي تسمح لنا بإنشاء الروابط. هذه الحقيبة تسمى ال href هكذا، ثم نكتب هنا مثلا تكست أو تكست يعبر عن اللينك الذي نريد الذهاب إليه. مثلا أنا سأقوم بكتابة site daily core، وهنا نغلق الحقيبة هكذا. هنا في هذا المكان وسط الكيوتس نقوم بكتابة الرابط http نقطتان مرتين، ثم نقوم بكتابة الرابط هكذا dailycore.com. سأقوم بالتسجيل save as. سوف أبدل الاسم وسوف أسميه links أي روابط. كما تشاهدون نقوم بالدخول، وهنا إذا قمت بالضغط على سيت ديلي كور يذهب بي مباشرة إلى موقع ديلي كور. الروابط تكتب بعدة طرق متعددة أو عدة استعمالات، لذلك سأقوم الآن بكتابة الحقائب لاستعمالات متعددة. هي نفس الحقيبة لكن نغير فقط صيغة ال URL كما ستشاهدون. فهذا ال URL الذي كتبنا هو الذي يستعمل كثيرا، وهو للذهاب إلى رابط ما أو موقع ما أو التنقل في موقعكم عبر الصفحات. الآن هناك صيغة أخرى تستعمل في المواقع الإلكترونية، وهي رابط ال FTP server. يكتب بنفس الصيغة كما تشاهدون، وهنا الفرق. نكتب FTP أي البروتوكول. هنا كتبنا البروتوكول HTTP يعني أننا نريد الذهاب أو التنقل في مواقع، أما هنا فالبروتوكول هو FTP يعني غير البروتوكول HTTP. يعني هنا سنذهب أو سندخل إلى سيرفر FTP، وهنا نفس الطريقة FTP مرتين ثم FTP دوت، ونكتب اسم الموقع. مثلا سأكتب example مثلا .com. يمكنكم هنا كتابة www أو يمكنكم حذفها، هذا لن يغير أي شيء. الصيغة الثالثة والتي ستحتاجونها طبعا في موقعكم هي صيغة
رابط الميل. هذا الرابط الذي سأكتب الآن، عفوا نسيت هنا أن أكتب، ضروري أن تكتبوا هنا مثلا FTP server، ضروري من كتابة تكست لكي يظهر الرابط في هذا التكست وأن نتمكن من الضغط عليه. إذا لم نكتب أي شيء هنا لن يظهر أي شيء. هنا سنمر إلى الرابط، قلنا الصيغة الثالثة وهي صيغة رابط الميل الذي يمكننا من فتح برنامج الأوتلوك وإرسال ميل إلى صاحب الموقع أو صاحب الصفحة. نقوم الآن بكتابة الصيغة ميل تو، وهنا مثلا dailycore@gmail.com. هنا send مثلا mail to dailycore team. كما تشاهدون هنا كتبنا mail to. ماذا تعني mail to؟ أي إرسال ميل إلى من؟ إلى dailycore@gmail.com. وعند الضغط على send mail to dailycore team سوف يفتح أو تفتح نافذة جديدة لبرنامج الأوتلوك تلقائيا لكي تتمكنوا من كتابة رسالة إلى الميل الذي يوجد في هذا اللينك. هناك أيضا نوع من الروابط الذي ستعملون به دائما وهو الروابط المحلية. سوف نرى هذا بعد أن نقوم بتست بسيط لهذه الروابط لكي نرى. كما تشاهدون الروابط ظهرت، وإذا قمت بوضع الكيرسر على الرابط تشاهدون في الأسفل اللينك. ونفس الشيء بالنسبة لسند ميل. عليكم تجربة هذا. أنا لم أقوم بتثبيت برنامج الأوتلوك لذلك لن تعمل هذه الخاصية، لذا لتجربة يجب أن يكون برنامج الأوتلوك مثبتا عندكم في الكمبيوتر. الآن سنمر كما قلنا إلى الروابط المحلية، وهي تصلح لوصل صفحات موقعكم مع بعضها البعض. سأقوم الآن بمثال تطبيقي لهذا. سأقوم بإنشاء فولدر جديد سوف أسميه my site. هذا الفولدر، وسط هذا الفولدر سوف نقوم بإنشاء هيكل موقع إلكتروني مصغر. فجميع المواقع الإلكترونية كما هناك هياكل لغات البرمجة المتعددة في CSS HTML PHP، هناك هيكل المواقع الإلكترونية أي structure للمواقع الإلكترونية خاصة. أول شيء يجب إنشاؤه هو الفولدرات التي ستستعملونها في هذا الموقع. أول فولدر هو image والذي يصلح للصور. سأقوم بنسخه. الفولدر الثاني هو CSS والذي سنضع فيه ورقات ستايل CSS. والفولدر كنترول في. والفولدر الثالث وهو JS والذي سيحتوي على صفحات الجافا سكريبت الخاصة بالموقع. الآن بقي إنشاء الصفحة الأساسية. هنا سأقوم بإنشاء مثلا document word وسوف أسميها index.html. هذه الصفحة هي تلقائيا الصفحة التي ستظهر عندما يدخل أي متصفح للإنترنت إلى موقعكم.
تسمى اندكس لأنها أول صفحة ستظهر، وباقي الصفحات نسميهم مثلا، سأقوم بدوبليكيت لهذه الصفحة وسوف أسمي الصفحة الثانية كونتاكت مثلا لنقوم بتست بسيط. سأقوم بفتح الصفحتين على برنامج سابلم تكست هكذا كما شاهدتم بدراج اند دروب، ثم أقوم بنسخ هذا الكود الذي سنعيد استعماله هنا في هاتين الصفحتين. فأقوم الآن، لن نحتاج هذين اللينكات. هنا صفحة الاندكس أي هوم، سوف أقوم الآن بإنشاء الصفحة الثانية وهي صفحة الكونتاكت. والآن في اللينك أو في اللينكات المحلية يجب وضع اسم الصفحة. فهنا كما ترون الصفحة الأساسية التي نعمل فيها هي صفحة الاندكس. سوف أقوم بتغيير تايتل لكي لا يشتت انتباهكم. هنا الهوم أي الصفحة الرئيسية، نقوم بكتابة هنا هوم، وفي اللينك سوف نكتب index.html، هذا الاسم الذي يظهر هنا html. والصفحة الثانية التي قمنا بإنشائها محليا هي صفحة contact.html. سأقوم بنسخ نفس الكود وإلصاقه في صفحة الكونتاكت. والآن سوف أقوم بتبديل فقط الكونتاكت وكتابة هنا تكست لكي نعبر لكي نتعرف أنها صفحة الكونتاكت، لكي يظهر لكم الفرق في التست. سوف أكتب كونتاكت بيج هنا، أقوم بنسخ هذا الكود وإلصاقه هنا وأكتب ويلكم هنا. سوف أقوم الآن بتست لهذا الكود أو هذه الصيغة أو هيكل موقع إلكتروني مصغر الذي قمنا بإنشائه الآن. ندخل إلى الصفحة الرئيسية كما تشاهدون هنا هي صفحة الهوم. إذا ضغطت على كونتاكت ذهبت إلى الكونتاكت بيج، وهذا ما يسمى بالروابط المحلية. أقوم بالضغط ثانية على الهوم وأذهب إلى الصفحة الرئيسية. هذا جد بسيط وعملي وسوف تعملون به في المواقع الإلكترونية الخاصة بكم التي ستنشئونها. هذا كل شيء فيما يخص الروابط حاليا. شكرا على تتبعكم. ننتقل مباشرة إلى الصور في ال HTML، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. do do do